الناس اللي بتقول إن في فلوس بتتصرف مش في محلها، وفي حاجات تانية المفروض كان يتصرف عليها. خلينا نتكلم مع بعض في الموضوع ده في جزئية معينة. أنا النهاردة لو ما عنديش المشاريع اللي موجودة دي، سواء مشاريع قومية أو مشاريع خاصة أو استثمارية، إيه اللي هيستوعب كم الشباب اللي موجود في البلد ده؟ إيه اللي هيستوعب كم الناس اللي جات لك من بره؟ أنت ناس إن أنت رجع لك ناس من ليبيا، وجي عليك ناس من سوريا، وجي ناس عليك من السودان، ورجع ناس من الكويت، وفي ناس أصلا موجودة عندك. كم الناس ده هتستوعبه إزاي؟ كم الناس ده هتوفر له الفلوس إزاي؟ هيشتغلوا فين؟ فأنت لازم يبقى عندك حاجة الناس تقدر تشتغل منها، لازم يبقى في دورة رأس مال. مش ان انت مجرد ان انا بقول ان انا مثلا انا ببني في العاصمة الجديدة او بعمل مدينة جديدة. طب ما هي الموضوع مش مجرد ان انت بتبني بس، ولا مجرد ان في ناس هتشتغل في المكان ده بس، لا، شوف كم الصناعات وكم المصانع وكم الشركات اللي هتبقى ورا الموضوع ده. انت متخيل لو انت بتبني مبنى، في كام صنعة بتبقى موجودة فيه، او في كام شركة ممكن تورد للمكان ده او للمبنى ده؟ انت من اول ما تبدأ تحط الأساس بتاعه حديد وأسمنت، في ناس شغالة فيه، في مصنع حديد ومصنع أسمنت شغالين فيه. طب تعالى ابدأ اطلع بالمبنى ككل، طلعت بيه أساساته وبنيت الأدوار بتاعته وعملت حديد وأسمنت وزي الفل. طب هتبدأ تشطب، في عندك واجهات، وفي عندك ألموتال، وفي عندك بياض، وفي عندك سباكة، وفي عندك نقاشة، وفي عندك كل ما تتخيله من الاجهزه الجديده او التكنولوجي الجديده او شوف انت متخيل في كام واحد بيتاثر تاثير غير مباشر بالمبنى ده؟ فانت في عندك كم استيعاب حاجات كتيره انت استفدت بيها. فما تقولش ان الحاجه دي ملهاش لازمه، لا، هي ليها لازمه. اداره الدوله فيها تفاصيل كتيره جدا 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 جدا. اولا، العلاقات الخارجيه دي لوحدها فيلم تاني. الشأن الداخلي، الشأن الداخلي انت ما بتبص مش بتبص على اكل وشرب بس، انت بتبص عندك في تعليم، في عندك صحة، في مستشفيات، وفي اكل وشرب، وفي احتياجات انت محتاجها، وفي حاجات انت ناسي ان انت اصلا دولة مش مصنعة ولا مصدرة. فانت بتستورد ما يقارب ال70 80% من احتياجاتك. يعني انت مثلا القمح انت بتستورد 70 80%، انت رقم واحد في العالم في استيراد القمح. الدولة لو مش واخدة بالها من اللي بيحصل على المستوى العالمي، انت جاي داخل عليك اصلا حرب غذاء الفترة الجاية. انت النهاردة الدولة واخدة بالها من اللي بيحصل ده، وكمان اكتر كانت واخدة بالها من حرب روسيا واوكرانيا، اكبر دولتين مصدرين للقمح في العالم. فانت بدأت تعمل ايه؟ تزرع الارض اللي عندك، بدأت بالمليون ونص فدان، وبعد كده دخلت في الاتنين مليون، وبعد كده دخلت في توشكا، وبعد كده عملت الدلتا الجديدة. لا، انت شغال. عملت نهر صناعي وشقيت بيه الصحراء، وعملت محطات تحلية عشان خاطر انك تروي الارض دي. فانت باصص على امنك الغذائي. ما هو قالك اللي ما بيمتلكش قوته ما بيمتلكش حريته ولا بيمتلك قراره. فانت بدأت تعمل ايه؟ ان انت تهتم برقم واحد، ان انت تأمن اكلك وشربك. طب الكلام ده بيحصل في يوم وليلة؟ اكيد لا، ده بياخد سنين. فكرة انك تزرع ارض او تستصلح ارض صحراوية دي، لا، الموضوع مرهق جدا ماديا وعمليا. بتاخد وقت كبير على ما تجهز الارض وتعمل لها البنية التحتية بتاعتها وتبدأ تزرع وبعد كده تاخد خيرها. الموضوع بياخد منك وقت ومحتاج مصاريف كتير كتيرة قوي. وخصوصا ان انت اصلا الارض بتاعتك اللي هي الطينة الخصبة انت ضيعتها وبنيت عليها. فانت محتاج انك توفر الكلام ده كله. هتوفره ازاي؟ ان انت لازم تبقى شايف ايه اللي بيحصل على مستوى العالم، وبالتالي انت عملت كده، بدأت انك توفر الحتة دي. طيب، تيجي حد يقول لي مثلا جزئية التعليم، انت مش مهتم بالتعليم. التعليم مهم، مهم جدا، بس خلينا نحسبها حسبة ورقة وقلم. انت عندك كام واحد بيخش التعليم كل سنة جديد؟ انا مش بقولك اللي موجود في التعليم قد ايه، اللي بيخشوا جداد. انت بتتكلم في حوالي مليون طالب سنويا بيتضافوا. عارف يعني ايه مليون طالب كل سنة انت مطالب انك توفر لهم اماكن؟
يعني انت بتتكلم في ما يقارب لو الفصل مثلا 50 طالب، فانت يعني انت عايز 200 ألف فصل سنويا يتضافوا جداد. طب ما هو الحاجات دي عايزة فلوس. طب انا لو بنيت مدارس وما امنتش الاكل والشرب، انت هتبقى مبسوط؟ طبعا لا. فانا بمشي هنا وبمشي هنا، بس مين الاولويه؟ ما هو لازم تبقى عارف حقيقتك، لازم تبقى عارف وضع بلدك عامل ازاي. انت عندك كارثه اسمها النمو السكاني. احنا بنقول ان احنا بلد ال 100 مليون، لا احنا دخلنا في ال 125 وال 130 مليون، واللي فوق ال 100 دول مش مصريين. وما بتقدرش تقول لا. مصر طول عمرها معروفه ان هي أأمن بلد موجودة على الأرض، وعمرها ما رفضت ولا ردت حد لجأ لها. ده عهد من زمن الزمن والبلد دي فيه إن أي حد عنده مشكلة ويجي يلجأ لمصر عمرها ما بتقول له لا. خلينا في ظهر بلدنا، بلدنا قوية وتستحق مننا إن احنا نقف في ظهرها. الموضوع صعب، صعب، بس مش مستحيل. واحنا صبرنا كتير، واللي فات اللي جاي أقل منه بكتير. احنا بقينا ان شاء الله تكة بس، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيكرم البلد دي وهتفضل قوية زي ما احنا كلنا عارفين ان مصر طول عمرها قوية. وتحيا مصر.